أخونا الفلسطيني لما يقتل بيد إسرائيل أكيد كلنا سنحقد على إسرائيل، صح؟ صح. جميل أوي. هل ينفع نقول لأخونا الفلسطيني لا تحقد على إسرائيل؟ لا. طب هل ينفع نقول لأخونا السوري لا تحقد على الشيعة؟ لا. طيب أنا لا فلسطيني ولا سوري، هل من حقي أن أنا أحقد على من قاتل إخواننا في سوريا وأحقد على من قاتل إخواننا في فلسطين؟ طيب أسألك أنا. لا، جاوب الأول على سؤالي وبعدين اسألني. أنا كل اللي بتقوله أنا مقتنع فيه وعارفه. طيب يعني أنت دلوقتي، أنا شايف وأنا راجل بقالي أكتر من 25 سنة في المجال دوت، وحفظت إيران وحفظت الشيعة، وأعلم جيدا، ليس لأنني أعلم الغيب ولكن استقراء للأحداث، أن كل هذه الأحداث ما هي إلا لتلميع صورة الشيعة من جديد. أنا معك في هذا الكلام، وهذا كله شو وعرض، وأن النصر لن يأتي على يد الشيعة، لأن الشيعة ليس لهم ناقة ولا جمل في فلسطين. يقولون أن الأقصى ليس في فلسطين أساسا ولا هو في الأرض، وقتلوا أهلنا في العراق كسنة، وقتلوا أهلنا في اليمن كسنة، وقتلوا أهلنا في سوريا كسنة، والآن يريدون أن يدافعوا عن أهلنا في فلسطين. شلون؟ إزاي؟ الآن أمريكا هي من تساند اليهود ولا يستطيع أحد إنكار ذلك. من الذي سلم العراق لإيران والشيعة؟ أليس الأمريكان؟ يا شيخ هذا أنا كله عارفه هذا. طيب ما يبقى أنت عايز تقنعني إزاي إن ممكن يأتي النصر على يد الشيعة؟